الكرام ألف مبروك فوز الاتفاق السعودي القادسية الكويتي بنتيجة 1-0 من خلال هذا الفوز الثاني له على التوالي في المجموعة في الجولة الثانية، يرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة. هاردلك للقادسية إلى الآن النقطة واحدة بعد ما تعادل مع ممثلنا الوحيد في هذه البطولة العربي القطري بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى. هذا كان هدف المباراة الوحيد في آخر لحظات من الشوط الأول، ركلة جزاء عن طريق المحترف موسى ديمبلي في الدقيقة 48. مبروك، ألف مبروك مرة ثانية للاتفاق وهاردلك القادسية. كابتن حمود اليزيدي، أعتقد أن الاتفاق يعني ايش كنتوا مرشحين انه يزيد القله الهدف الثاني، ضيع الهدف الثاني والثالث. اعتقد ان الاتفاق نفس ما قلنا بدنيا، ايضا جوده اللاعبين الموجودين، كيمبي دخول فينالدوم، عنده لعيبه على مستوى عالي. ايضا القادسيه حاول انه يسجل هدف التعادل، فتح المساحات، فكان ممكن انه يتلقى الهدف الثاني. لكن نشيد ايضا فريق القادسيه، قدم مباراه كبيره، كان ند قوي حتى في الجانب البدني. اتوقع انه ينهار، لا بالعكس كان ند، ودخول بدر المطوع، واعطى ايضا حيويه في الجانب الهجومي. يمكن نقول دائما في كره القدم انت لازم تستغل الفرص اللي جاتها القادسيه. جاتها يمكن فرصه او فرصتين ما استغلها، لكن كواقعيه وافضليه بشكل عام للمباراه الاتفاق استحق الفوز. جميل. كابتن راد يعقوب، شوف الشوط الثاني مفتوح بشكل كبير. يعني مثل قلنا ان نادي القادسيه في المباراه الاولى اندفع بشكل جدا قوي ضد النادي العربي، وكان شكله افضل. فلو تلاحظ في الربع الاول من الشوط الثاني نادي القادسيه فعلا قدر يخترق الدفاعات وقدر يوصل للثلث الاخير. لولا التركيز في التمرير في اللحظات الاخيره كان ممكن يعادل فريق نادي القادسيه وممكن ايضا يتقدم. لكن لما نقول يعني منتصف الشوط الثاني، لا بدا الاتفاق ياخذ وضعه بشكل كبير، بدا يهدد، بدا يوصل، وايضا اهدر كرات، الكره الراسيه من كره ثابته ايضا لديمبلي جات في القائم، وايضا لقطات كثيره على مستوى الكرات الثابته. واخذ يعني الانطباع في الشوط اللي هو دائما على المرتدات، الفريقين يلعبون على المرتدات وضرب دفاعات الفريقين. فالفريقين اهدروا صراحه فرص للتعزيز. بالنسبه للقادسيه كان ممكن يقدر يعادل، وكان ممكن يطلع بشكل مختلف من الخساره. ونادي الاتفاق ايضا اهدر كثير من الفرص. فشكل الشوط الثاني افضل من الشوط الاول. الشوط الاول فيه تحفظ بشكل كبير على استحياء الشكل الهجومي. احنا قلنا القادسيه عشان يلعب من خلف المدافعين، وهذا ما حصل. 3 كور تقريبا من خلف المدافعين، الا ان التمرير ما كان جيد بشكل كبير. هذه اللقطات اللي دائما يكون الصوله دائما ما يتواجد بشكل كبير. في لقطات كانت ممكن تترجم بالنسبه لنادي القادسيه، وقلنا ما زال ينتقص لراس الحربه الصريح اللي هو حتى مع نزول الكابتن بدر الميمني ما قدر او ما ظهر بشكل واضح في المباراه. فعلا نادي القادسيه يحتاج المحترف يقدر يترجم لهم وضعهم في البطوله. جميل جدا. مشاهدينا الكرام، الف مبروك مره ثانيه للاتفاق صداره المجموعه برصيد 6 نقاط، ومبروك الفوز هذا، وهاردلك للقادسيه الهزيمه بارضه وبين جمهوره.